يمكننا برنامج وورد من إضافة الصور والكتابات كعلامة مائية في خلفية المستند. ولإضافة صورة كعلامة مائية في خلفية المستند، نفتح القائمة فورمات ونختار Printed Watermark من القائمة الفرعية Background، فيظهر المربع الحواري Printed Watermark، فنختار Picture Watermark، ثم نضغط على المفتاح Select Picture لاختيار الصورة، ونقوم باختيار الصورة التي نريدها من المربع الحواري Insert Picture، ثم نضغط Insert، ومن القائمة Scale نختار نسبة تكبير الصورة ولتكن 150%، ثم نضغط OK. سيتم إضافة الصورة كعلامة مائية في خلفية جميع صفحات المستند كما نرى. وكما ذكرنا سابقا أنه يمكننا إضافة الكتابات كعلامة مائية في خلفية المستند بدلا من الصور، ولعمل ذلك نقوم بالتراجع عن الخطوة السابقة، ثم نفتح القائمة المفضلة Format ونختار Printed Watermark من القائمة الفرعية Background، ومن المربع الحواري Printed Watermark نختار Text Watermark، ومن القائمة Text نختار أحد الكلمات الموجودة في هذه القائمة لاستخدامها كعلامة مائية، أو نقوم بإدخال الكتابات التي نريدها في هذه الخانة، فنقوم بكتابة Pixellab Graphics، ومن القائمة Font نختار نوع الخط الذي نريد استخدامه لهذه الكتابات، ومن القائمة Size نحدد حجم الخط، ومن القائمة Color نختار لون الخط الذي نريده، ومن الجزء Layout يمكننا إظهار العلامة المائية أفقيا باختيار Horizontal أو قطريا باختيار Diagonal، ونرى أن الاختيار Semi Transparent فعال في الوضع الافتراضي، ويعمل هذا الاختيار على زيادة شفافية العلامة المائية داخل المستند. ولإضافة العلامة المائية إلى المستند نضغط المفتاح OK، فيتم إضافة الكتابات كعلامة مائية في خلفية جميع صفحات المستند كما نرى. وفيما بعد إذا أردنا إزالة هذه العلامة المائية نفتح القائمة Format ونختار Print Watermark من القائمة الفرعية Background، ومن المربع الحواري Print Watermark نختار No Watermark، ثم نضغط OK، فيتم إزالة العلامة المائية من صفحات المستند.